يا صباح الفل والحلويات او مساء الخير وسعادة احلى طلاب سنة اولى ثانوي، حبايب قلب مس مارينا. عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مراجعة على درس الحياة السياسية، واوعى تنسى فيديو مراجعة المقالي اللي هنحل فيه كل اسئلة المقالي بتاعة كل الدروس، علشان انت حضرتك تبقى قاعد فرحان ومبسوط كده ان كل اسئلة المقالي اللي موجودة عند اي حد وكل حد موجودة عندنا. ماشي؟ طيب تعالى بينا بقى تكون مذاكر درس الحياة السياسية والإدارية قبل ما تسمع الفيديو ده، ويلا بينا. السؤال الأولاني بيقولك: عرفت مصر القديمة ثنائية منصب الوزير في بعض الفترات. يعني أنا كان عندي 2 وزير، كلمة ثنائية منصب الوزير يعني أنا كان عندي 2 وزير في بعض الفترات، وكان من الصعب تطبيق ذلك على فترة حكم الملك مين؟ طيب امتى انا كان عندي 2 وزير؟ انا كان عندي 2 وزير في عصر الدولة الحديثة. ماشي، حلو الكلام. يبقى اي حاجة غير الدولة الحديثة انا ما كانش عندي فيها 2 وزير. بالراحة كده، لان احنا قلنا كان منصب الوزيرين واحد قاعد في منف، واحد قاعد في طيبة، واحد قاعد في وجه بحري، واحد قاعد في وجه قبلي. الكلام ده كان في عصر الدولة الحديثة، من الأسرة 18 للأسرة 20. طيب يا مس مارين، حلو. عندنا رمسيس الثاني عصر دولة حديثة، يبقى مش رمسيس الثاني، سنفرو. ده سنفرو ده من الأسرة الرابعة، وأنا هنا بتكلم على الأسرة إيه؟ من 18 لغاية 20. طيب نخاوي الثاني ده من الأسرة 26، يبقى ده بعد الدولة الحديثة. إخناتون من العصر الدولة الحديثة، يبقى الإجابة ب. بعد كده تمثلت أكثر عناصر الشرطة انتشارا بمصر القديمة. كانت في أكتر عنصر من عناصر الشرطة كان فين؟ بص يا سيدي، لازم تبقى أنت عارف إن الشرطة اللي هي الأمن الداخلي أكتر حاجة منتشرة هم الأفراد العاديين اللي بيحافظوا على الأمن الداخلي. يبقى أنا هنا بتكلم على الشرطة المحلية اللي هي الشرطة العادية اللي هي زي اسم الشرطة كده، اللي هي الضباط المنتشرين في كل مكان. طيب أنا ليه ما اخترتش شرطة المعابد؟ عشان المعابد مش موجودة في كل مكان. أنا هنا بقول لك أكتر انتشار. الشرطة الخاصة دي مخصصة لبعض الأفراد، والشرطة النهرية دي عند نهر النيل. أنا عايزة شرطة منتشرة في كل مكان. طب السؤال التاني: إذا أردت تقييم إنجازات أحد ملوك مصر القديمة واعتباره مشابها لما يدل عليه مضمون الصورة المقابلة، فإنك ستتحدث عن الملك. دي يا جماعة عيد القوات البحرية المصرية، وعايز مين الملك اللي عمل حرب بحرية. وانت عارف إن الملك اللي عمل حرب بحرية هو الملك رمسيس الثالث اللي هزم شعوب البحر المتوسط يا جماعة. هذا الملك العظيم، وده الملك اللي طلع بأسطول ضخم لما عرف إن شعوب البحر المتوسط جايين يهجموا على مصر برا وبحرا، فراح مجهز أسطول قوي وراح طلع يهجم عليهم. اوعى تنسى الجزئيه بتاعه الاسطول. طيب غلبه على قمه الهرم السياسي في مصر الفرعونيه. مين قمه الهرم السياسي؟ اقصد بيها الملك. طيب يا مس مارين، الملك واخد ايه؟ قلنا واخد الطابع الديني. ليه واخد الطابع الديني؟ لان احنا قلنا كان الفراعنه ينظرون الى الملك على انه ملك ايه؟ على انه اله، مش مجرد ملك عادي، وان هو اللي ماسك السلطات الدينيه والسلطات الدنيويه. طيب 5: أكدت الأحداث السياسية والعسكرية في عصر الدولة الحديثة إلى زيادة واردات مصر. إحنا يا جماعة أكتر حاجة بنستوردها خلاص من بره في عصر الدولة الحديثة كانت الأخشاب، علشان نعمل بيها أسطول. اللي عمل بعد كده أسطول زي ما قلت لك رمسيس الثالث طلع عمل حرب بالأسطول دي. يبقى أكتر حاجة بنستوردها في عصر الدولة الحديثة الأخشاب. طيب شارك الوزير في بعض مهام الملك بمصر الفرعونية، وظهر ذلك من خلال بعض مهام الملك. إيه يا جماعة؟ هل تعيين حكام الأقاليم؟ لا، الملك هو اللي بيعين حاكم الإقليم فقط، إنما إيه؟ يملك السلطة التشريعية. قلنا يا جماعة ساعات الملك بيفوض الوزير ان هو يكتب بعض القوانين، واما حد يكتب قوانين يبقى سلطة تشريعية. طيب عقد المعاهدات الخارجية الملك بس، اتخاذ قرار اعلان الحرب الملك بس. يبقى الوزير كان يشارك الملك في بعض القرارات مثل كتابة القوانين. طيب كانت مهام مجلس العشرة الكبار إشراف كامل على كل مرافق الدولة. تعالى نفتكر كده، هما مين مجلس العشرة الكبار؟ قلنا شوية موظفين كبار قوي 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 قوي، شوية حكام أقاليم كبار قوي 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 قوي، ورؤساء الدواوين كبار قوي قوي قوي. مجموع الناس دي كام؟ عددهم 10. مين بيختارهم؟ الملك. مين رئيسهم؟ الوزير. أنا براجع لك أهو. طيب مما يعني أنهم الناس دي بتشرف إشراف كامل على مرافق الدولة، يبقى الناس دي يا مس مارينا جزء من السلطة التنفيذية، بينفذوا كلام
الملك والوزير. اكيد هما مش بيكتبوا قوانين فمش بيعملوا سلطة تشريعية، واكيد برضو هما مش بيقعدوا يحكموا بين الناس فمش سلطة قضائية، ولا بيصدرون القرارات للوزير لان الوزير هو اللي رئيسهم مش العكس. بعد كده الوزير يقدم تقريره الى فرعون. بيقول لك أي من حكام التاليين افتقد خلال حكمه ما يعبر عنه الصورة المقابلة. طيب مين الملك اللي من وجهة نظرك ما كانش عنده وزير لسه وانت مغمض عينك كده؟ الملك مينا. اشمعنى الملك مينا يا جماعه؟ كان الاسره الاولى والثانيه وكانت لسه مصر موحده القطرين. امتى بدا يبقى فيه لفظ وزير؟ في عصر الدوله القديمه لما كانوا بيختاروا الوزير حتى بالاماره من قرايبهم. يبقى انا ما كانش عندي وزير يا مس مارينا، خد بالك، ما كانش عندي وزير في عصر العتيق. عصر عتيق 1 و2 مينا بعياله وحدوا قطرين والكلام ده امتى؟ 3200. تمام. طيب ليكن غضبك لما يستوجب الغضب تمثل العبارة السابقة نصيحة من فرعون للوزير بتاعه رخمي رع، والتي تؤكد على ضرورة أن يتحلي الوزير بالحكمة. يعني ما تغضبش غير وقت ما الغضب يكون مستدعي، مش غضبان عمال على بطال وهطل عمال على بطال. خليك ياض حكيم ياض. 10. حدد أي من الاختصاصات التالية خلا منها منصب الوزير. خد بالك الوزير بينفذ كلام الملك ماشي، يفصل بين القضايا ماشي لأن الوزير شغال قاضي. السلطة التشريعية ممكن ياخد يكتب بعض القوانين بتفويض من مين؟ من الملك، لكن عمره ما يعمل معاهدات سياسية، عمره. يبقى خلا، كلمة خلا يعني ما بيعملهاش. حط دورية تحت كلمة خلا. ظهر مبدأ عدم الفصل بين السلطات بمصر الفرعونية من خلال اختصاصات. السؤال ده لما الطلاب بتشوفه يا جماعة بتقعد تتنح. يعني ايه يا مس مارينا عدم الفصل بين السلطات؟ يعني الراجل بيعمل 3 حاجات: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية. يعني بيعمل سلطة بابا غنوج. طب مين يا جماعة اللي بيعمل كل حاجة؟ أول حاجة وانت مغمض عينك دور على الوزير. ماشي، ادي الوزير، ادي عندي اهو الوزير. اوكي ماشي. ومين؟ والملك. الملك يا مس مارينا بيعمل سلطة تنفيذية وبيعمل سلطة تشريعية. ولو حد راح له عشان يحكم ما بينهم هيروح. يبقى الملك والوزير. طيب ادي الملك. مين بقى اللي جنب الملك؟ رئيس الإدارة المركزية. ما رئيس الإدارة المركزية ده اللي هو مين؟ اللي هو الوزير. يبقى هي الإجابة ألف. طب انا ليه ما اخترتش الوزير وكاتموا اسرار الملك؟ دول بيكتموا اسرار الملك، دول بيقعد يفضفض لهم كده باسراره وخلاص، لكن دول ما بيعملوش سلطه تنفيذيه وسلطه تشريعيه وسلطه قضائيه. يبقى الاجابه مش ب ومش ج، مش قاده الجيش ومش د. الملك والوزير معاهم كذا سلطه، الملك والوزير معاهم كذا سلطه. طيب تعال نقرا النص. بيقولك يقول احد المؤرخين ان الملك في مصر الفرعونيه كان قبل الثوره الاجتماعيه قبل الثوره اللي عملوها مين؟ المصريين القدماء ضد الملك بيبي الثاني لما كان ملك ظالم. كانوا بيشوفوا ان الملك اله اكتر منه انسان، ولكن بعد الثوره اصبح انسان اكتر منه اله. وده يا جماعه بيقولك يستدل من تحليل مضمون النص المقابل في مصر القديمه على ايه؟ 1. مساوئ الثورة الاجتماعية. لا، ما كانش عندها مساوئ، بالعكس دي رفعت من قيمة الفرد. 2. انتهاء نظام الوراثة في اختيار الملك. لا، الملك فضل بيورث الحكم لابنه عادي، ولكن فقد بعض الحكام سلطتهم. واحد يقول لي طب ما نقرا دال. وصول العامة إلى سدة الحكم. هل عامة الشعب وصلوا ان هم يبقوا هم الحكام؟ لا، ولكن الحاكم فقد بعض سلطاته بعد ما كان بينظر إليه نظرة إله معظم وأنها في يده كل السلطات الدينية والدنيوية. النظرة دي بدأت تقل شوية، فقد الملك بعض السلطات. كلمة سدة الحكم يعني يوصل لقمة الحكم، عشان برضو الناس اللي بتسألني. 13. كانت مهامهم تدل على أنهم الأكثر اتصالا بالشعب في مصر خلال عصر الدولة القديمة. ينطبق مضمون العبارة السابقة على أي أحد من عناصر الحكم. هل قادة الجيش أكتر ناس مرتبطة بالشعب؟ لا. هل كاتموا أسرار الملك؟ يا عم لا، دول بتوع الملك. طيب رؤساء الإدارة المركزية. مين رؤساء الإدارة المركزية؟ اللي هم الوزير. ما الوزير هو رئيس الإدارة المركزية. هل هو أكتر واحد مختلط بالشعب ولا الإدارات المحلية؟ هتقولي ما أنا مش عارف إيه الإدارات المحلية دي. هقول لك الإدارات المحلية دي اللي هم حكام الأقاليم. وانت عارف يا صديقي ان حكام الأقاليم بيبقى عبارة عن زي المحافظ كده، هو المسؤول عن الإقليم بتاعه. فده أكتر واحد هو اللي مرتبط بمين؟ هو اللي مرتبط بالشعب، لأنه عايش في المدينة، مدينة مع قرية مع مدينة مع قرية مع مدينة مع قرية، بيعملوا إقليم. فهو أكتر واحد يتوغل في داخل الشعب المصري. طيب
ظهرت الملكية الخاصة في مصر الفرعونية. الملكية الخاصة وهي الأراضي التي يمنحها الفرعون للجنود المخلصين من خلال تحليل المضمون العبارة. فاكر الملكية الخاصة اللي خدناها في درس الحياة الاقتصادية لما احنا قلنا يا جماعة الأراضي كلها ملك فرعون، أما فرعون بيحب وزير أو يحب موظف أو في جندي من الجنود عمل حركة حلوة يروح مديله أرض هدية ملكه ليه هو وعياله ويورثها. طيب أكبر عدد من أراضي الملكية الخاصة ظهر في مصر القديمة نتيجة كثرة الأعمال العسكرية. خد بالك هي دي مفتاح الإجابة. أكتر أعمال عسكرية كانت ناجحة في عصر الدولة الحديثة، لأن احنا بنسمي إن عصر الدولة الحديثة هو عصر المجد الحربي. في عصر الأسرة الأربعة كان قنفر هو ابن الملك سنفرو. قنفر ده ابن الملك سنفرو اللي هو مؤسس الأسرة الرابعة. نتوقع من تحليل مضمون العبارة أن المنصب الذي كان يشغله قنفر. طيب قنفر ابن سنفرو، يبقى قنفر في الدولة القديمة كان الوزير، لأن احنا قلنا يا مس مارين الوزير في الدولة القديمة كان بيختاروه من قرايب الملك. واما اجي اقول لك الوزير يبقى الوزير هو رئيس الإدارة المركزية. ساعات الموجه أو ساعات الناس اللي بتحط امتحان بيبدلوا كلمة وزير عشان هي عارفين إن هي كلمة دارجة على بق الطالب وبيحط مكانها رئيس الإدارة المركزية. طيب يمكن أن تتوقع مضمون النص المقابل من وثيقة الحكيم إيبور كان موجها للملك. ملك مين؟ تعال نقرأ بقى إيبور بيتكلم مين. لديك الحكمة والبصيرة والعدل ومع ذلك تترك اضطرابات وضوضاء المتعاركين، بتسيبهم يتعاركوا مع بعض. والمتعاركين وقعت في البلاد، المتعاركين تنتشر في البلاد. انظر إليهم إن كل واحد منهم يضرب الآخر ولا يعبأ بالأوامر، ما بيهموش الأوامر. فهل تلقي راعيا يحب الفناء؟ مين أكتر ملك كان فعلا محتاج يبقى عنده حكمة وبصيرة؟ لأن ساب الناس تضرب بعضها وكانت البلد مضطربة والناس بسببه عملت ثورة اجتماعية تانية. بيبي التاني. أكتر الأنشطة اقتصادية ارتباطا بحماية حدود مصر الفرعونية في عصر الدولة الحديثة. عصر الدولة الحديثة يبقى عصر المجد الحربي، يبقى أنا محتاج أصنع أسلحة. أصنع هنا بنتكلم على الصناعة، صناعة جميع أنواع الأسلحة اللي تقدر تحمي لي أمن مصر القومي. يرجع الفضل في تأسيس أول جيش نظامي بما يرضي الله في مصر الفرعونية إلى الملك طبعا مين؟ أحمس هو اللي عمل أول جيش نظامي. طيب في ناس بتقول أنا هختار بيبي الأول. بيبي الأول عمل بواكير بدايات جيش نظامي. 19 اهتزت فكرة الملكية المقدسة للفرعون في نهاية الأسرة الستة أيام الملك بيبي الثاني لما يا مس مارينا المصريين عملوا ضده ثورة اجتماعية. طيب مع بعضينا أمامك نص من كلمات الوزير رخمرع نستدل منه على تأثر الوزير رخمرع بمهام عمله كإيه. هنا تعال نقرأ مع بعض النص. لو أن شاكيا من الجنوب أو من الشمال يأتي إليك حاملا وثائق الدعوة عليك بالنظر في شكواه والحكم بالعدل والعمل على إزالة أسباب الشكوى. رخمرع متأثر هنا بوظيفته كقاضي، لأن احنا قلنا إن الوزير بيشتغل قاضي. يبقى بما إن الوزير بيشتغل قاضي يبقى المحكمة المحكمة العليا. هو بيقولوا لو حد جاي يشتكي لي من الجنوب أو من الشمال جاي لك بوثائق دعوة فبص للشكوى بتاعته زي القاضي ما بيعمل بالظبط. طيب أي من مهام الوزير التالية المرتبطة بالسلطة التشريعية في مصر الفرعونية. طيب أنا أول ما أشوف كلمة سلطة تشريعية يبقى تفويض الملك له بسن القوانين، لأن رئاسة الإدارة المركزية سلطة تنفيذية، مساعدته في إدارة الدولة سلطة تنفيذية، رئاسة المحكمة العليا سلطة قضائية. أنا عايزة هنا السلطة التشريعية. جمع في يده سلطات تنفيذية قضائية تشريعية وأنا مغمض عيني الوزير. طب ألاقي الوزير فين؟ أهو يا مس مارينا. ليه؟ لأن الوزير بينفذ كلام الملك وهو رئيس المحكمة العليا يبقى قاضي وهو اللي بيكتب القوانين. لو الملك اداله الأوبشن ده يبقى الوزير. 23 يدل على تعيين فرعون لكبار الموظفين والإشراف على المشروعات. فكرة إن الملك هو اللي بيعين الموظف يبقى الملك ده بيسيطر على الجهاز الإداري، يبقى السيطرة على الجهاز الإداري. أي من السلطات الآتية تمنح الفرعون الحق في إصدار المراسيم والقوانين؟ أهو السؤال بيكرر، أي حد بيكتب قوانين تبقى سلطة تشريعية. تعال نكمل. في ضوء مضمون العبارة المقابلة أي من الوظائف الآتية كان صعب على الكاتب المصري إن هو يوصل ليها في عصر الدولة القديمة؟ خد بالك مفتاح الإجابة في كلمة عصر الدولة القديمة. كانت الوظائف الكتابية هي أحسن وسيلة يضمن بها الشاب المصري تحقيق مستقبله، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، والترقي لأعلى الوظائف. خد بالك الكاتب ما كانش يقدر يبقى وزير في عصر الدولة القديمة. ليه؟
لان الدوله القديمه كان الملوك بيختاروا الوزراء من قرايبهم ومن عيلتهم لانهم اهل الثقه. لكن في الدوله الحديثه لو الكاتب ده وصل بليفل الشطاره عادي كان ممكن يبقى وزير زي رخم رع. عشان كده هنا الاجابه هتبقى ان هو يبقى وزير. ما ينفعش، كان من الصعب انه يبقى ايه في الدولة القديمة انه يبقى وزير، يبقى رئيس الإدارة المركزية يبقى وزير. خد بالك الموجه زي ما قلت لك بيحب يشيل كلمة وزير ويحط بدلها رئيس الإدارة المركزية. أقصى اتساع للدولة المصرية القديمة كان في الدولة الحديثة، وهنا الدولة الحديثة بيسموها عصر المجد الحربي لأن تحتمس عمل إمبراطوري. طيب، أي من الإدارات العامة التالية تتشابه في مهامها مع وزارة المالية؟ وزارة المالية يبقى وزارة الخزانة. كان الهدف من اهتمام المصريين القدماء بمنطقة شمال السودان هو تحقيق الأمن القومي المصري. خد بالك لو انت جيت بصيت على بقية الاختيارات، هو أنا ليه ما اخترتش تأمين الحدود الجنوبية من غارات الهكسوس؟ أقول له اخصى عليك، هم الهكسوس بيجوا من الجنوب ولا جايين من شمال الشرق؟ طيب جيم، الاستفادة من الأنظمة السياسية والإدارية، إحنا اللي هنستفيد ولا هم اللي هيستفيدوا؟ رقم د، تأمين نقل المنتجات المصرية إلى بلاد بونت؟ لا، الإجابة أنا اهتميت بالسودان عشان تحقيق الأمن القومي أو المجال الحيوي. عشان كده السؤال اللي بعديه يقول لك كل مجهودات الملك تحتمس العسكرية بصفة أساسية هدفها إن هو يحمي المجال الحيوي لمصر، يعني يأمن حدود مصر القومية. طيب، واحد يقول لي طب ليه مش تحقيق الأمن والنظام في الداخل؟ لا، هو عمل إنجازات عسكرية بره يبقى ملوش علاقة بالداخل، عشان برضو الناس اللي بتقرأ الاختيارات زي ما تختارش إجابة عشوائية. ارتبط ظهور أول جيش نظامي في مصر الفرعونية، أول جيش نظامي كان علشان خاطر تمام يطرد المحتل الأجنبي اللي هو طرد الهكسوس. الجيش متعملش عشان حكام الأقاليم كان نفوذهم زايد، ولا عشان الحياة الاقتصادية، ولا عشان صناعة الأسلحة. اقرا كده الاختيارات هتلاقيها كلها ما تنفعش، هي ما فيهاش غير جيم. نستنتج في ضوء تحليل مضمون النص المقابل مدى حرص ملوك مصر على من خطاب الملك لوزيره عامل من تعرفه معاملة من لا تعرفه، واللي مقرب من الملك زي البعيد عنه. يبقى من الآخر بيقول له خليك عادل، تحقيق العدالة والاستقرار، كلكم زي بعض عندي. أعطى الملك زوسر لوزير أموحتب بجانب منصب الوزارة رئاسة المحكمة العليا، لأن احنا قلنا الوزير كان بيشتغل قاضي. اقتصر إصدار القوانين في مصر الفرعونية على فرد واحد في خلال بداية الأسرات. هتقولي اشمعنى بداية الأسرات؟ هقولك بداية الأسرات الملك مينا ما كانش عنده وزير، من أول الدولة القديمة من الأسرة الثالثة بقى فيه وزير اللي هو الملك زوسر، لكن قبل كده الملك مينا بعياله أسرة أولى وثانية ما كانش عندهم وزير، فإذا الملك هو الشخص الوحيد اللي كان بيكتب قوانين. بعد كده ممكن بقى الملك يقول للوزير اكتب قوانين بتفويض من الملك. ظهرت أهمية تأمين حدود مصر الشمالية يبقى أنا هنا بتكلم على منطقة البحر المتوسط، وما دام اتكلمت على منطقة البحر المتوسط يبقى وأنا مغمض عيني هتكلم على الدولة الحديثة، عشان الملك رمسيس الثالث الذي هزم شعوب البحر المتوسط. في ضوء دراستك تتعدد منصب كبير القضاء في عصر الدولة الحديثة. اشمعنى؟ عشان أنا كنت عندي 2 وزير، بما أن أنا كان عندي 2 وزير في الدولة الحديثة بقى عندي 2 قاضي في الدولة الحديثة. مثل حلقة الوصل بين الفرعون والجهاز الإداري بالدولة على اختلاف مستوياته الوزير. شكلت التحالفات العسكرية خطرا على الأمن القومي المصري في عصر الدولة الحديثة. واكتب بقى هنا تحالف أمراء، اكتب كده الإجابة تحالف أمراء سوريا بقيادة أمير قادش ضد الملك تحتمس. يبقى إذن كان في خطر على أمن مصر القومي في الدولة الحديثة. تعرضت مصر الفرعونية في نهاية الأسرة الستة لأحداث هامة أفرزت عدة قيم منها المواطنة. نظر المواطنون المصريون إلى الملك مش إن هو إله بس، ده كمان إله وإنسان. بصوا له نزلوه، أنت مش إله، أنت إنسان زيك زينا. طغى منصب حكام إدارات المحلية على الحكومة المركزية بمصر الفرعونية طوال فترة. بص يا سيدي، طغى منصب حكام الإدارات المحلية يعني منصب حكام الأقاليم. إمتى نفوذ حكام الأقاليم كان بيبقى كبير؟ في فترات الضعف. بص كده على فترات الضعف هتلاقي عصر الانتقال الأول وعصر الانتقال الثاني. ماشي. طيب،
ما ينفعش اختار العصر العتيق لان مينا كان ملك قوي، وما ينفعش اختار العصر المتاخر لان انا ما اتذكرش عندي في العصر المتاخر غير ان الملوك ضعفت وجه احتلال اجنبي اللي هو الفرس. فالاجابه عصر الانتقال الاول وعصر الانتقال الثاني، نفوذ حكام الاقاليم كان نفوذهم كبير. نظر المصريين القدماء الى فرعون بعد الثوره الاجتماعيه باعتباره حاكما يجب ان يرعى مصالحهم ويعبر عن طموحاتهم واملهم. يعبر مضمون العباره السابقه عن رفع قيمه الفرد. طبعا خلاص بصوا له ان انت حاكم بترعى مصالحنا، يبقى ايه؟ رفع قيمه الفرد. طيب يعد اقدم منصب من المناصب التي ظهرت في مصر الفرعونيه منصب حاكم الاقليم. هتقولي ليه مش الفرعون؟ هقول لك لا، في الاول كانت قرى، بعد كده بقت مدن، بعد كده بقت اقاليم، على كل اقليم حاكم، بعد كده الاقاليم دي اتجمعت بقت مملكتين. فاول منصب خالص هو منصب حاكم الاقليم، قبل اصلا ما يبقى فيه فرعون، قبل اصلا ما الملك مينا يوحد البلاد. ماشي، يبقى الإجابة أقدم منصب هو منصب حاكم الإقليم. تعددت الدواوين الحكومية في مصر الفرعونية ويغلب عليها الطابع الاقتصادي. هتلاقي بقى إيه؟ ديوان الزراعة، ديوان الصناعة، ديوان الأشغال، ديوان المالية، كلها دواوين تخص الجانب الإيه؟ الاقتصادي. أي مما يلي يظهر غياب مبدأ الفصل بين السلطات. خد بالك معايا كده، الاختصاصات التي يمتلكها الفرعون. الراجل ده ماسك سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، يبقى مفيش فصل بين السلطات. طيب هل مساعدة الوزير للفرعون في مهام الحكم فصل بين السلطات؟ مش دي الإجابة، عشان برضو في ناس ساعات بتشك في الإجابة ب، مش دي الإجابة. وحكام الأقاليم لا، هم مش ماسكين حاجة في السلطات، وإشراف الملك على المشروعات ملهوش علاقة بالجزئية دي. ف43 يا جماعة إجابتها ألف. طيب من أقوال الزعيم جمال عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. مين اللي عمل الكلام ده؟ طبعا الملك أحمس لما جه طرد الإيه؟ لما جه طرد الهكسوس. بعد كده 45 وده آخر سؤال عندي: قام ملوك مصر الفرعونية في عصر الدولة الحديثة بتوطيد سيطرتهم على أنحاء البلاد الداخلية من خلال، خد بالك بقى معايا، أنا هنا بعمل إيه؟ بسيطر على أنحاء البلاد الداخلية. هل من خلال مشروعات كبرى؟ لا. طيب هل من خلال عقد المعاهدات السياسية؟ لا، إنما من خلال تأمين حدود الإيه؟ تأمين حدود البلاد، مش إنشاء إدارة مستقلة، ملهاش علاقة. أنا كده يا صديقي خلصت لك 6 دروس من المنهج، فاضل لك 3 وتخلص معايا المنهج خالص. طيب الحصه الجايه ان شاء الله باذن ربنا نازل لك فيديو مراجعه على كل اسئله المقال من اول درس لغايه اخر درس. تقعد كده بقى تفصص الفيديو زي ما انت عايز، الاسئله بتاعه المقال بتاعه الدرس الاول ماشي، بتاعه الدرس الثاني ماشي، بتاعه الدرس الثالث ماشي، انا معاك في كل اللي انت عايزه. وانا بحبكم جدا جدا جدا. معاكم اسمارينا عاطف، مدرسه التاريخ والجغرافيا.